السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخبار نادي الزمالك. استبعد مسؤول نادي الزمالك ضم كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي والموسم المقبل، وده بعد أن أعلنت إدارة نادي الزمالك سابقا عن التعاقد معه، خاصة بعد ضم الأبيض التونسي حمزة المسلوسي لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تجديد عقد اللاعب حازم إمام لاعب الزمالك الحالي لمدة موسمين مقبلين، إلى جانب تواجد الصاعد أحمد عيد في هذه الجبهة، وهو ما يعني عدم الحاجة لضم ظهير جديد بعدما تم عرضه على الزمالك خلال صفقة انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادي البورسعيدي بشكل رسمي مقابل 6 مليون جنيه. بعدما تم عقد جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة، وشهدت هذه الجلسة عرض وسطاء بين الناديين أن يتم إدخال كريم العراقي في الصفقة، إلا أن مسؤول القلعة البيضاء استبعدوا هذا العرض، خاصة مع وجود ترشيح لرجب بكار ظهير بيراميدز الانضمام إلى الأبيض.